السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير حواء. ان شاء الله في هذا الفيديو نلقى حبيباتي كامل مهنيين ومتفائلين. اليوم الشيرات جبت لكم طاجين جلبان بالدجاج على طريقتي، ان شاء الله تعجبكم. نحضروه في شهر رمضان، ان شاء الله يدخل علينا شهر بالصحه والهنا، لا فاقدين ولا مفقودين. قبل ما نشوفوا محتوى لا فيديو نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبتي لك تشوفي لا فيديو لأول مرة، فضلا وليس أمرا أنك تشرفيني وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديدي. نبدأ بسم الله على بركة الله. حبيباتي هاد الطاجين ما يديناش الوقت، بل خاف نحضروه سورتو كي ديروه في الكوكوط. هنا شيرات في الكوكوط درت مغرف سمن وزوج مغارف زيت، وندير أطراف الدجاج، كل وحدة دير على حساب أفراد العائلة نتاعها. هاد الوصفه شيرات سهله، سر نجاح تاعها شيرات عطوها الوقت في التقليه تاعها، هذا مكان وفي التتبيله تاعها. هنا حمرت اطراف الدجاج مليح حتى وين تشوفوه تحمر غايه الغايه، لازم تصبروا عليه، هذا النقطه شيرات ضروريه. نضيفوا له هنايا حبه بصل قطعتها مكعبات، وكل وحده دير على حساب افراد العائله نتاعها. اللي افراد العائله تاعها بزاف الله يبارك تضعف في المقادير. انا درت هنا حبه بصل متوسطه، ونفضل شيرات نقطعها هكا مكعبات باش كي تتقلالي تتكرمل وتعطيني بنه. هنا نقلوا البصل تاعنا غايه الغايه. نضيف هنايا كيله تاع جلبان، انا كنت نقيتها هاد الجلبان، راكو عارفين رانا في وقت الجلبان. نظفتها مليح ودرتها في الكونجيلاتور. هنا زدت واحد طماطم صنع منزلي، قد زوج حبات طوماطيس، زوج حبات طوماطيس كرفجيهم. انا هنايا طوماطيس الشيرات دائما نحضرها في الكونجيلاتور صنع منزلي. نزيد هنا ربع فصوص ثوم وربطه صغيره تاع معدنوس قطعوه مع ربع فصوص ثوم. نزيدو عود قرفه، مكعب جامبو اختياري شيرات، اللي بغات ديره ديره، اللي ما بغاتش ديره دير الملح. بصح صدقوني شيرات لو كان ديروه يزيد يعاونكم في البنه، ولكم الاختيار. هنا التتبيله الشيرات ضروريه ديروها بهذه الطريقه، صدقوني تحصلوا على واحد البنه روعه. نص مغرف صغيره نتاع كركم، نص مغرف صغيره تاع سكنجبير، نزيد نص مغرف صغيره تاع فلفله حمراء، ونص مغرف صغيره تابل خاص بالدجاج، وهنا نص مغرف صغيره فلفل اسود. هذه هي التتبيله الشيرات، جربوها بهذه الطريقه صدقوني تتحصلوا عليه واحد البنه تاع راس. روعه روعه. خلوه يتقلى شويه، ندوق نزيده غير شويه ما وخلوه يتقلى. شيرات هاد الوصفه قلت لكم السر تاعها كي تعطوها الوقت الكافي في التقليه. صبروا على اللحم تاعكم يتقلى، وصبروا على الخضره تاعكم تتقلى، ومرقوها ويحضر معنا الوصفه تاعنا. هنا زدتها شويه ما باش ما تحرقليش التوابل، ونخليها تتقلى واحد 5 دقائق واحده اخرى. ها هو لهنا تقلى، شوفوا اللون اللي تحصلنا عليه، لازم كيما هكا. شفتوا شيرات، هذا هو سر نجاح هذه الوصفه. خاطر كاين اللي دير بارد في بارد صدقوني ما تعطيكمش بنه شابه كيما تقلوا. هنا زدت واحد 2 كيسان ماء على حساب الدجاج، واللي تكون دايره الغلمي ولا دير 4 كيسان تاع الماء. نغلق الكوكوط تاعي، نعطيها واحد 15 دقيقه وتكون الوجبه تاعنا واجده. نخليها تصفر على نار متوسطه مده 15 دقيقه. ها هي الوصفه تاعنا وجدت. ان شاء الله الشيرات تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها على طريقتي وتعجبكم. ما تنساوش الشيرات تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنساوش تشتركوا على صفحتي على الفيسبوك. ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا، ونخليكم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى بحول الله.